وحوش قاسين كيدوروا في الكون. تفسير حرفي للمعنى ديال الكحولية. علماء اكتشفوا حاجة في الفضاء غريبة جدا أطلقوا عليها اسم رأس تلمون. ما تعرفنيش مناش كانت تكون، علماء الفيزياء الفلكية اليوم أول صورة حقيقية يتم التقاطها. لكن إلا حاولت تعرف غادي تصدق ميت. في الفراغ الفضائي لا يمكن سماع الكثير من الأصوات، لكن وكالة الناسا الفضائية الأمريكية نشرت تسجيلاً بصوت قادم غادي تبقى غامض. رأسة كونية، لذلك أطلقوا عليها اسم رأس. تعرفوا عليه حاجة وحدة اللي هي سميتي الثقب الأسود، قادم من ثقب الأسود يتم يقع التقاطها لثقب الأسود في الفضاء. ثقبين أسودين بيدوروا حوالين بعض. أشنو فيه ولا سماه مكنسة الكون، بحال الشطابة ما كيخلي والو، تسقط أمامه قوانين الفيزياء. قبل ما نبداو لايك الفيديو وتابعونا في لاشين. وقع الأخير ديال الفيديو غادي نوريكم الصوت الحقيقي ديال الثقب الأسود. الثقب الأسود هو جسم سماوي عنده جاذبية خارقة قوية لدرجة حتى الضوء ما يقدرش يغلطه. تخيل عندك كبير بزاف، الحاجة إذا سمح ولا الاحتفال فيه كيبتلع بخطرة متاش تبان وما تقولش غادي ما ترجع. وهذا هو الثقب الأسود. نفترض مثلا دزتي، إلا دزتي حيت كيقولوا مثلا إلا دزتي من داك الثقب الأسود فهذاك يعني أنك دزتي من المركز ديالو، باقيش مازال تعقل ترجع من فين كنتي، حيت تقدر تخرج مع العوالم اخرين في بلاصه اخرى. وكما قلنا هاد الشيء الا دخلتي خاصنا نعرفوا كيفاش كيتشكل هاد الثقب الاسود. ملي كتسالي الحياه ديال شي نجم كيختفي عند الوجود، ماشيش اي نجم ضخم كبير بزاف بر من الشمس بعده مرات كيطيح راسو بسبب الجاذبيه، كيولي نقطه صغيره وكثيفه بزاف زائد شديده السواد. ولكن لنفترض الشمس تيوقع عليها نفس الشيء، غتولي شي ثقب اسود. ما تخافوش، لا الشمس ماشي بحال اي نجم، الشمس غادي تولي قزم ابيض بعكس الاخرين كيولي ثقوب سوداء مرعبه. غادي ندوزو للنسبيه العامه وافق الحدث. ولا شنو هاد التخربيق هادي، شنو هو هادشي؟ شنو اسيدي قال لكم اينشتاين بان الكتله الكبيره ماشي شي كتله ولكن كتله كبيره بزاف كتاثر على الزمان والمكان. يعني الزمان والمكان في حاله الثقب الاسود الانحناء كيولي لا نهائي. مثلا بحال شي باب ديال شي دار مفتوحه محلو غير كاين اللي ساروت لا والو، كتجي كتدخل مع كتدخل غيحسب لكم انك غترجع من البلاصه منين جيتي، امبوسيبل. كتدخل ما تقدرش مثلا ترجع للبلاصه الاخرى اللي كنتي فيها ولا اللي دخلتي منها قبل. غادي ندوزو للداخل الغامض والتفرد. عاوتاني شنو هو هاد الجمله هاد الغامض هاد العجب هذا؟ شنو التفرد؟ سينجولاريتي. التفرد كيعني واحد النقطه اللي صغيره بزاف كتجمع الكتله كبيره كامله في هذيك النقطه الصغيره وضغط كبير بزاف. الكثافه والضغط كتكون لا نهائيه. تخيل معايا شي كره مطاطيه كبيره بزاف بقيتي كتضغط فيها حتى بديتيها بحال شي شعره صغيره كيوقع. هادشي تماما اللي كيوقع داخل الثقب الاسود. غادي ندوزو لنظريات الفرضيات. النظريه الاولى اللي عندنا واللي هي ابطاء الزمن. كل ما قربتي للثقب الاسود الزمن كيبطأ بالنسبه ليك انت، يقدر ينعدم بحال شي ساعه انت معك وسط الثقب الاسود. باش ما دخلتي كتبطأ بشويه بشويه، ولكن داكشي اللي كتشوف انت خارج داك الثقب الاسود عادي كلشي كيدوز بحال اي وقت. ثاني نظريه عندنا واللي هي التمدد والتفكك. باكيتيفيكيشن اي جايه من باكيتي تمدد، حيت انت دخلتي تقريبا ديك البلاصه المركز ديال الثقل وديك الجاذبيه غتبقى تقريبا من رجليك، بحال من رجليك غتبقى تمدد حتى تختفي ما تليش غتبقى. ثالث نظريه عندنا واللي هي الممرات نحو اكوان اخرى او بما يسمى الثقوب الدوديه. ممكن تكون بحال انفاق توصل بين عوالم واكوان اخرى مختلفه ولا موازيه لينا. تكون واحد المثال، تخيلوا غادي ما بيك ما عليك دخلتي لواحد الباب انت كتحب تدخل واحد البلاصه اخرى ولا تخرج من ديك البلاصه ولكن كتلقى طلعتي للمريخ بحال هكا، يعني كتسافر في الزمن. هادشي ممكن يكون في حالة الثقوب الدودية نظريا، هادشي غير نظريات الشرع ما فيه حتى شي حاجة من الدقة. كيقول هاد النظريات ما يمكنش تكون الا تقدر انها يكون ديك واحد ما تكون صحيحة. غادي ندوزو لبعض الاراء اللي قالهم العلماء. العالم الاول عندنا واللي هو ستيفن هوكينغ كيقول بان الثقب الاسود ماشي ثقب تماما، وانما كيطلق بعض الاشعاع ولا اشعاع ضعيف وسماه باشعاع هوكينغ على سميته هو اللي قالها ولا اكتشف النظريات. مثال بحال اللي قلتي كتشتي شمعة صغيرة بزاف، واحد الضوء اللي خفيف، واحد الغرفة اللي مظلمة بزاف كيبان لك داك الضوء صغير بزاف. هذا هو اللي مثل به هو الثقب الاسود.
العالم الثاني واللي هو جون ويلر هو اللي عطاهم الاسم ديال بلاك هولز، الثقب الاسود. كيشوف بلاد الاسماء هما مفاتيح الكون، شي حاجه بحال هكا. وبزاف ديال النظريات ديال العلماء. ندوز واحد الفقره اللي فيها الغاز ما عمرهم غادي يتحلوا، بعض الاسئله اللي غطرحهم ما عمرك غتلقى لهم جواب. ممكن في وقت كبير بزاف ولكن ماشي دابا. شنو كاين فعلا في ديك الثقوب السوداء؟ واش فعلا كتعتبروا ابواب العوالم وزمان اخر موازي لنا ولا شي كون اخر؟ واش يقدروا يستعملوهم في الزمن باش يسافروا زعما كيسافروا في الزمن؟ الثقوب السوداء كيبقاو من بين اغرب واعقد ولا مجنينه تعقد في هذا الكون، وحتى شي واحد ما غيلقى ليها الحل. بحال شي صندوق سري باش من انت غادي كتقلب تبخشش انك تلقى فيه شي سر، باش ما هو كيبان لك اسرار اخرى مخفيه. تحب بكم نتوما تخرجوا من هذا الفيديو غير هكاك، حط لنا الراي ديالك في هذا الشيء ديال الثقوب السوداء. واش هاد النظريات كتفق مع هاد النظريات؟ كاين شي حاجه ديال الصحه وكاين شي حاجه فشارك معنا في التعليقات. كلشي يهدر في يوتيوب التعليقات باش نشاركوا الاراء والانتقادات كذلك حتى هما. هذا ما كان معكم استاذ الزروالي. تهلاو. دابا غنوريكم الصوت الحقيقي ديال الثقب الاسود. هذا كان الفيديو